دوبلي دوت كوم والكاش باك، هل هي حقيقة ولا نصب؟ هنعرف كل ده في حلقة النهاردة، وكل حاجة هتبقى بالإثباتات. تابعونا لآخر الحلقة عشان نعرف إذا كان دوبلي فعلا حقيقة ولا نصب. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا ومتابعينا. النهاردة موضوعنا مهم جدا، هنتكلم فيه عن موقع دوبلي، هنتكلم فيه عن الكاش باك، هنتكلم فيه هل فعلا الموضوع حقيقي فيه أرباح، الموضوع هل هو نصب، هل هو فيه أي مشاكل. ده كله هنوضحه النهاردة في الفيديو بتاعنا النهاردة، وهيكون بدلائل وإثباتات. هنخش على الأكاونت بتاعي وأكاونت أكتر من حد من مستخدمين دوبلي، حد من زمايلي، حد من أصدقائي. تأخرنا عليكم شوية في الفيديوهات، ولكن طبعا بسبب جائحة كورونا والمشاكل اللي كانت حصلت قبل كده في الأيام اللي فاتت، فطبعا ده كلها حاجات عطلتنا، وبنعتذر عن التأخير. وإن شاء الله نرجع لكم عودة قوية مع فيديوهاتنا وشروحاتنا وكل الدورات اللي احنا بنعملها وكل الشروحات اللي احنا بنعملها. يا ريت تتابعونا علشان تستفادوا، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير للفيديو علشان تدعمونا ان احنا نكمل. ايه هو موقع دوبلي وايه هو الكاش باك؟ دوبلي هو موقع عبارة عن وسيط ما بينك وما بين متاجر إلكترونية كبيرة، أو ما بينك وبين مواقع حجز فنادق أو طيران أو وما إلى ذلك. الموقع حضرتك بتخش عليه، بتعمل عضوية في اي بي، بتكون تحت حد شبه التسويق الشبكي بالظبط او الشجري زي ما بيقولوا. بتعمل الاكونت الفي اي بي بتاعك وبتخش على الموقع. عن طريق الموقع بتخش على جوميا او على سوق او علي بابا او على بوكينج دوت كوم او على اي موقع من مواقع حجز الطيران وتذاكر الطيران وما الى ذلك. عن طريق الموقع دون، هو وسيط بتاخد نسبة على كل معاملة بتعملها على المواقع اللي احنا لسه ذاكرينها دلوقتي. بتخش على اي متجر، بتعمل اي معاملة، بتشتري اي جهاز، الكلام ده كله، وبيرجع لك نسبة الكاش باك بتاعك في الحساب عندك في دوبلي. طيب ايه اللي بيتم بعد كده؟ المفروض ان انت في اي وقت حبيت ان انت تسحب فلوسك من على دوبلي، بتخش تحولها على الباي بال، وبعد كده تسحبها عن طريق فيزا. مش عايزين نخش في تفاصيل اكتر، ولكن بتبقى الطريقة بنفس الشكل ده بالظبط. طيب هل دوبلي حقيقة ولا كذب ولا نصب؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة وهنقوله. وطبعا زي ما وعدتكم هيبقى الكلام كله بإثباتات، وهنخش على الأكاونت عندي وهنشوف كل الكلام ده بعينينا. طيب خلاص، عملنا الأكاونت بتاعنا الفي اي بي وبدأنا إن احنا نجمع الفلوس على حسابنا على دوبلي. بنعمل معاملات أيا كان على المتاجر الإلكترونية أو على حجز الطيران أو حجز فنادق أو الكلام ده كله، وبدأنا فعلا نجمع الفلوس على حسابنا على دوبلي، على الاكونت بتاعنا على دوبلي. طيب لحد دلوقتي مفيش اي مشاكل، وبيبدا الفلوس تعد معاك وبتسمع معاك في حسابك على دوبلي، مفيش اي مشاكل والدنيا ماشيه جميله والحساب بتاعك بيزيد والكلام ده كله. هتيجي بقى على اهم نقطه، ان انت عايز تحول الفلوس دي لكاش، يعني تمسك الفلوس في ايدك. وهنا بتظهر المشكله، ان انت مفيش حاجه اسمها تحويل على دوبلي. دي المشكله اللي قابلتنا احنا واكتر من حد من زمايلي، ان احنا كنا عاملين الحساب وبدأنا نجمع الفلوس، وجه ميعاد ان احنا عايزين نحول الفلوس دي كاش عشان نحولها على باي بال ونبدأ نسحبها. لقينا ان مفيش حاجة اسمها تحويل من على دوبلي. فلوسك في الحساب، العملية اللي انت عملتها عملية التحويل بتاخد وضع البندنج، ما بتتحركش وبتفضل ثابتة على كده لفترات طويلة جدا. انا عملت الحساب بتاعي على دوبلي كان تقريبا في بداية 2019، وبدأت اعمل اول محاولة تحويل للفلوس بتاعتي كانت تقريبا في شهر 3 2019. قعدت العملية معايا بندنج من أول شهر 3 2019 لحد شهر 8 أو شهر 9 2019. طبعا كان كلام الناس اللي فوق مني إن أنا ساعة التحويل بتاخد بس العملية ما بين أسبوع لأسبوعين، 14 يوم أقصاها، وبعدين خلاص الفلوس بتسمع معاك في الباي بال وتبدأ تسحبها عادي جدا. وده طبعا ما كانش حقيقة خالص، وطلع الكلام ده كله في الاخر في شينك، ومفيش حاجه اسمها تحويل عضوي. فضلت الخمس شهور او 6 شهور مستني عمليه التحويل تتم، مفيش حاجه اسمها عمليه تحويل بتتم. اتفاجئت ان انا بسال الناس اللي فوق مني او الناس اللي قالوا لي على موضوع دوبلي والكلام ده كله، لقيتهم بيعانوا من نفس المشكله بالظبط. اكتر من 2 أو 3 اشخاص معروفين بالنسبه لي شخصيا
خاضوا معايا التجربة يمكن قبل مني كمان، وكانوا بيحولوا مبالغ أكبر مني، وقالوا لي إن إحنا بنعاني من نفس المشكلة بالظبط، إن هم عاملين عملية التحويل والعملية واخدة وضع بيندنج بقالها أكتر من 5 أو 6 شهور. طب يا جماعة هنعمل إيه؟ إيه الحل في كده؟ قالوا إحنا هنحاول نوصل للناس الليدرز أو الناس الكبيرة اللي فوق، اللي شغالين لك دعاية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وعمال يقول لك بليفرز ومش بليفرز، ومعسكرات هنا ومؤتمرات هنا ومجتمعات هنا والكلام ده كله. الله اعلم هل هم بيحولوا فلوس وفعلا بيمسكوا فلوس، وفعلا الموقع بيتعامل مع الناس الكبيره بس وما بيبصش للناس اللي لسه بادئه، وبيسيب الناس اللي لسه بادئه وما بيحولهاش فلوس او بيعذبهم، ولا ايه اللي بيحصل؟ الله اعلم. ولكن انا حسب تجربتي الشخصيه انا وتجربه الناس اللي معايا، مفيش حاجه اسمها تحويل من دوبلي والرصيد بتاعك بيفضل ثابت على حسابك في دوبلي، متعرفش تسيله ولا بتعرف تاخده كاش، وتفضل عمليه التحويل بتاعتك بيندنج لشهور كتير من غير اي رد فعل. طيب يا جماعه هنعمل ايه؟ نكلم اي حد من الليدرز اللي فوق، يمكن حد يساعدنا ان احنا نكلم حد. مفيش حد بيرد علينا، مفيش حد بيقول لك مشكلتك ايه، مفيش حد بيقول لك حل مشكلتك ايه. كلهم عاملين لك فيهم مشغولين ومركزين مع المؤتمرات ومركزين مع المعسكرات والكلام. قلنا يا جماعه طيب خلاص احنا نحاول ان احنا نتواصل مع الشركه نفسها، نبعت ايميل للسبورت بتاع دوبلي نفسه ونشوف ردهم هيبقى ايه. يعني تقريبا انا بعت لا يقل عن 15 20 ايميل، كل برود ردهم عليا يا فندم انت مرحلة التحويل بتاعتك في مرحلة البندنج دي، وبإذن الله بمجرد ما يتم التحويل هنبدأ نبلغك بكده. طب يا جماعة ايه السبب؟ ايه سبب التأخير؟ نفس الرد البارد بتاعهم زي ما يكون اسطمبة بيردوا عليك بيها، يقول لك يا فندم انت في مرحلة البندنج وبمجرد ما يتم التحويل هنبدأ نعلمك بذلك. لا بيقولوا لك سبب التأخير ايه، ولا بيقولوا لك أقصى فترة ممكن تتحملها ايه، ولا أي كلام من ده خالص. ده كله هنشوف الإيميلات دي كلها، وهنشوف حسابي على دوبلي، وهنشوف العمليات اللي أنا عملتها وقعدت قد إيه بندنج والكلام ده كله. المهم جيت يعني من ضمن ان انا محاولاتي ان انا اتوصل لحد من الناس الليدرز اللي فوق، واحد رد عليا بعد ما شديت شويه معاه في الكلام ان انتوا ما بتردوش وما بتعبروش وانتوا اهم حاجه مصلحتكم والكلام ده كله، فبدا ان هو يرد، وكان رده برضه بطيء عليا. المهم قال لي ده انت موضوع التحويل فيه مشكله، علشان ان في مشكله ما بين بايبال ومصر، وابحث في جوجل ومش ابحث في جوجل وشوف المشكله عشان تقدر توصل لها وكده. طبعا ده فتحت جوجل قلبت الدنيا ان انا الاقي في مشكله ما بين بايبال ومصر، ما لقيتش الكلام ده خالص، ولا في اي حاجه على جوجل بتدل ان هو كلامه صحيح. طيب جيت بدات ان انا اتواصل مع بايبال نفسهم واقول لهم يا جماعه هل في مشكله بينكم وبين التعاملات في مصر بتتاخر بتتعطل الكلام ده كله؟ رد عليا بايبال واقول له مفيش اي مشاكل، انت مشكلتك هتبقى مع دوبلي نفسها، ارجع لدوبلي نفسها. طبعا برجع لدوبلي نفسها، مفيش اي استفاده منهم. وزي ما قلت لكم قبل كده هو الرد البارد بتاع خدمه العملاء ان انت عمليتك في مرحله البندنج، وبمجرد ما توصل او تكتمل عمليه التحويل هنبلغك بذلك. رجعت تاني للراجل اللي بيقول لي ان في مشكله في البيبال، قلت له يا حبيبي انا مفيش مشكله في البيبال بين بايبال ومصر، وكلمت بيبال والكلام ده كله. قال لي خلاص بص حاول ان انت تكنسل عمليه الترانسفير بتاعتك واعمل العمليه تاني، ممكن ان هي تكون حاجه معلقه او الكلام ده كله. قلت له عادي مفيش مشاكل. دخلت على الحساب بتاعي على دوبلي وبدات ان انا كنسل عمليه الترانسفير بتاعت الفلوس من دوبلي لبيبال، وبدات ان انا اعمل عمليه ترانسفير من الاول وجديد. قعدت العملية الكلام ده من شهر 8 2019 لحد شهر 8 2020، العملية 12 شهر كاملين واقفة على مرحلة البندنج اللي مفيش فيها أي تحويل. طبعا أنا كده بصمت بالعشرة إن الموضوع نصب في نصب، بناء على تجربتي الشخصية، بناء على تجربة أصدقائي وزمايلي اللي حوالين مني الشخصية، فأنا مش هصدق أي حد إن هو يقول لي لا ده مش نصب أو الكلام ده كله. انا طبعا بعتذر لكل الناس اللي بتبقى داخله في الموضوع بطموح وان هي بتدور على اي مكسب او اي ربح على الانترنت، وناس بتوهمها ان هي فيها فلوس وفيها مكسب والموضوع سهل والكلام ده كله. انا بعتذر لك، ولكن معلش هي حقيقه لازم تتقبلها، وانا بقول لك تجربتي علشان ما تخدش تجربه تفشل فيها وترجع تزعل وتلاقي وقتك وفلوسك ضاعت معاك في الموضوع. انا زي ما قلت لكم انا تجربتي هي تجربه فاشله، مفيش حاجه اسمها تحويل فلوس من حسابك في دوبلي على حسابك على جيبال عشان تقدر تاخدها. هيبدأ الرصيد بتاعك، هيفضل الرصيد بتاعك على دوبلي يعد ويزيد، مفيش أي مشاكل خالص، ولكن مفيش حاجة اسمها تحويل فلوس. هيفضل رصيدك راكن، مش هتقدر تستفاد بالفلوس منها في حاجة. طيب نخش بقى على مرحلة الإثباتات اللي أنا وعدتكم بيها. يلا هنبدأ معانا كده نخش على جهاز الكمبيوتر ونشوف الموقع بتاعنا والحساب بتاعنا وإيه العمليات اللي تمت والكلام اللي أنا قلته لكم كله.
هيبدأ يفتح معانا الموقع عادي بالشكل ده. نعمل ساين ان. خلاص سجلنا دخول. هنبدأ نخش على الكاش باك اوفر فيو اللي هي فيها الرصيد بتاعنا اللي احنا جمعناه. ده رصيدي كده اهو، ده كده الحساب بتاعي اللي هو الافيلابل، اللي هو اللي انا اقدر احوله فعلا من على دوبلي على باي بال. 199 دولار فاصل 81 من 100. ونبدأ نشوف المعاملات بتاعتنا اهي. هنبدأ ننزل تحت ونشوف المعاملات بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها. طيب هنشوف عملية التحويل اللي احنا عملناها. اول عملية تحويل عملناها كانت فين؟ هنبدأ نبص عليها. وزي ما حضراتكم شايفين دي اول عملية تحويل تمت اللي انا معلم عليها اهي. عملية تحويل لباي بال. رقم العملية اهو، وده تاريخ العملية كان بتاريخ 3 جولاي 2019. عملت العملية التحويل يوم 3/6/2019. كان المبلغ اللي انا محوله 180 دولار. طبعا فضلت العملية مكتوبة بيندنج لحد 23 فبراير 2020 لما جه الاستاذ قال لي كنسل العملية واعملها من الاول والكلام ده كله. فطبعا انا كنسلت العملية اهو وبدأت ان انا اعمل عملية من الاول وجديد. كانت بتاريخ 23 فبراير. دي كمان هي اتكنسلت لان انا لسه مكنسلها من يومين او 3 عشان الرصيد يرجع تاني في الحساب. طبعا كلها محاولات فاشلة لان انا تقريبا كده بقالي فوق السنة ونص بحاول اخد الفلوس بتاعتي، ولكن الفلوس مش عايزة تتحول لرصيدي في الباي بال. يبقى زي ما حضراتكم شايفين ده الاثبات بتاعي اهو. ده كان التحويل الاولاني اهو. ده التحويل الاولاني بتاعي من الباي بال ورقم العملية تاريخ 3/6/2019. المبلغ اللي انا كنت بحوله كان 180 دولار. العملية دي فضلت من 3/6/2019 لحد 23 فبراير او 23/2/2020. يعني انت بتتكلم تقريبا في حوالي 8 شهور. حوالي 8 شهور العملية واخدة وضع البندنج، ورسايلي مع خدمة العملاء كلها ما تفيد انه حضرتك العملية بتاعتك في عملية البندنج، ولما تكتمل هنبدأ نعلمك بهذا. جه الاستاذ قال لي كنسل العملية بتاعتك. دي عملية الكنسلة اهي اللي تمت يوم 23 فبراير. قال لي كنسل العملية بتاعتك وابدأ اعملها من الاول جديد وحول المبلغ تاني يمكن تتحول. كنسلت العملية وبدأت ان انا احول ال 199 دولار دول، ولكن برضو دون اي فايدة من 23 فبراير لحد اول امبارح او امبارح لما انا كنسلت العملية تاني ورجعت تاني الرصيد في حسابي تاني واتخصم تاني من العملية. يعني تقريبا بتتكلم من شهر فبراير لحد شهر 10 ادي 8 شهور كمان. يعني 8 شهور في 8 شهور، كل عملية بتاخد 8 شهور بيندنج ويا ريتها بتتحول. هنخش مع بعض برضو على الجيميل عشان تشوف الرسائل اللي انا كنت ببعتها للفريق الدعم بتاعهم. هنبدأ نبحث هنا على دوبلي. تخيلوا معايا كم الرسائل اللي انا بعتها لدوبلي. حضراتكم متخيلين كم الرسائل اللي انا بعتها لدوبلي علشان بس ان هم يعبروني باجابة وافية، ان هم بس يقولوا لي ده انت عمليتك اتأخرت بسبب كذا، ده انت عمليتك قدامها اقصاها كذا، حاضر يا فندم هنسرع لحضرتك عملية التحويل. مفيش. كل الرسائل اللي انا بعتها لهم ردهم عليا يفيد ان انا في عملية البندنج، وان انا مش هيبداوا يدوني تنبيه غير لما تبدا العمليه بتاعتي تكتمل، اللي هي اصلا ما بتكتملش. دي كلها رسائل اهي بالتواريخ بتاعتها من اول 30/6 تقريبا اهو، 18/7 و18/7 و15/8 و13/10 و29/10 و30/10. دي كلها رسائل على مدار الايام ان انا منتظر اي رد مفيد منهم. مفيش. 19/12 1/1 17/2 18/2 22/2 24/2 9 مارس. اخر رسالة كانت بيني وبينهم يوم 9 مارس.
ولما خلاص فقدت الامل بدات ان انا ما ابعت لهمش، لان خلاص حفظت الرد بتاعهم. يبقى ده كده الحساب بتاعي شفناه، وشفنا الرسائل اللي هم كنت ببعتها لهم وردهم عليا، وقد ايه الموقع نصب، قد ايه الموقع مفيش منه اي استفادة، قد ايه انت بتجمع فلوس على الفاضي. كل الكلام ده شفناه بعينينا. وهبدأ ان انا انزل لكم دلوقتي بسكرينات من حسابات الناس زمايلي بعمليات التحويل اللي تمت واللي فضلت بيندنج معاهم لشهور وسنين، وعمليات اللي اتكنسلت والكلام ده كله هنشوفه مع بعض برضو دلوقتي. اتفضلوا هنبدأ نشوف مع بعض يا جماعة. دي سكرين من حد من زمايلنا غير الصفحة عندي خالص طبعا. عندكم دي أول معاملة هو كان عملها، هي كانت بتاريخ 31 ديسمبر. زي ما انتوا حضراتكم شايفين طبعا المعاملة كانسلت، لأن هي قعدت معاه تقريبا على كلامه ليا، يعني قعدت تقريبا 5 شهور المعاملة دي ما كانش تم التحويل، وفضلت بندنج كده لحد ما زهق وعمل لها كانسل. كانت المعاملة ب 40 دولار زي ما احنا شايفين اهون، والمعاملة كانسل يوم 31 ديسمبر 2019. نخش على السكرين التانية، برضو حد من زمايلي بعتها لي، نبص عليها مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين برضو نفس الكلام ونفس المشكلة بالظبط. هو كان عامل 3 تحويلات، أول تحويلة ب100، وتاني تحويلة ب100، وتالت تحويلة ب150. عندنا هي أول معاملة زي ما انتوا حضراتكم شايفين يوم 29 فبراير 2020، وبرضو كانسلد زي ما انتوا شايفين الحالة بتاعتها كانسلد. والمعاملة اللي بعدها كانت يوم 23 6 يوم 23/6/2020، نفس العملية برضو كنسل. اللي هو ما بين كل عملية وعملية بتتكلم مثلا أقل شيء 4 شهور، يعني أنت مستني 4 شهور عشان تحول $100. اللي هو على كلام البهوات الكبار يقول لك لا، ده العملية بتاخد من أسبوع لأسبوعين. عندك العملية التالتة كمان اهي بتاريخ 31/8 برضو كانسلد، اللي هو برضو بتتكلم من 6 ل8 حوالي شهرين أو 3. هو بتتكلم برضو $150. العملية بتاعتها كانسل، مفيش أي تحويل بيتم، مفيش أي سرعة، مفيش أي استجابة لا من الليدرز الكبار، ولا في أي استجابة من الدعم الفني. وعبارة عن موقع نصب في نصب، عبارة عن موقع بتجمع فيه فلوس على حسابك، عبارة عن موقع عمال يعدلك أرقام وهمية مفيش فيها أي حاجة تحويل. نرجع تاني للفيديو بتاعنا. بعد ما شفنا كل الاثباتات اللي انا وريتها لكم من عمليات التحويل ومن الايميلات اللي انا بدات ان انا ابعتها لهم، مفيش اي رد، مفيش اي استفاده. اتمنى تكون الحلقه نالت اعجابكم واستفدتوا منها. يا ريت تبعدوا عن حاجه اسمها دوبلي. يا ريت ما نصدقش الناس اللي ماشيه بالتسويق الشبكي، والناس اللي ماشيه تقول لك ده احنا بنكسب بالملايين، والناس اللي بتقول لك بنكسب بالالافات كل يوم. كل ده نصب في نصب، مش هتكسب حاجه. هتقعد تجمع فلوس على حسابك على دوبلي بدون اي استفاده، بدون اي ما يوجه ان انت هتسحب فلوسك ولا ان انت هتمسكها كده. الكلام ده كله ما هي الا ارقام بتعد معاك بس على موقعك على دوبلي. ويلا السلام. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى تكونوا استفدتوا. يا ريت تعملوا بالنصيحه اللي انا قلتها لكم، ويا ريت لو استفدتوا معايا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وتدعموني ان انا اكمل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.